سير من الأخي تذكر مزيان. هذا في اسبانيا. وقال لي راه واحد السيدة راه كاين انا في واحد المكتبة كنذاكر، وقال واحد السيدة راه ظهر في الرباط كيحاول يجمع بين التصوف وبين الجهاد وبين مشات الوقت. أنا كنت مع السي عبد الله التريدي. شي خطرات لقيت مع واحد الأستاذ ديالي كان كيقريني في الإعدادي، عطاني كتاب الإسلام بين الدولة والدعوة، قريته. ايوا قريته صافي، قلت هذا هو رجل الله سبحانه وتعالى غادي يجمع كلمة المسلمين على يده. قاطعت الأخبار توصل خبر الساعة 10 ديك الساعة كانت تعتقل. وصل الخوت شاع النار هاد حماق راه دخلوه في السجن المستشفى ديال المجانين، وأنه وقطعت اليأس صافي انتهى الأمر. كنت صلى تعالى درت CPR في أسفي. شي خطرة كندور في المدينة شي كاش كان بجد الجماعة العدد رقم 1 عبد السلام ياسين. السيد باقي في الحياة. خديته في وسط الأسبوع، وكنت انتظرت العطلة ديال الأسبوع السبت والحد بفارغ الصبر. ايوا غير جا الحد شدينا الرحلة من أسفل وحدنا نمشيو للشباب لمراكش، والناس كيخوفوا فينا راه الدار محروسة راه آمنوا كذا وخافوا راه كذا وإياكم راه تغامروا بحياتكم، ولكن كان الشوق اللهف. ايوا كانت بداية ديال اللقاء مع سيدي عبد السلام. ديك الأيام اللي ذكرها الإنسان يتمنى ترجع من جديد، الإنسان عاش واحد العالم آخر، واحد مرفوع يعني. مواقف مع سيدي عبد السلام يعني عمره كله عجب، يعني أن السلوك ديالو بسيط إلى المواقف ديالو الكبيرة. الأمر ديالو كله مثير لأنه كله أمر إلهي رباني على الطبع ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. أول ما استغربت أول لقاء دخلت توضيت صليت شوية ركعات بدي كندعي الله تعالى، هو جلس برك كيدعي الله تعالى معايا. يعني عمري ما شفت شي واحد يعني يدير هذا السلوك هذا، كندير فتحة هو جلس حتى هو طوى رجلو وكيدعي معايا. واحد الموقف عاود ربما الزيارة الثانية ولا الثالثة، شي واحد من الأتباع ديال الغراوي حافظ القرآن شاب جا مع الإسلام غدا شي فقرات كيتكلم فيها السيد السلام على الشيخ حمزة، قلت في كذا قلت كذا قلت كذا، يعني هذا الشرك وهذا الشيء كذا وهذا كذا وهذا كذا، وخلاه حتى كملوا. قال له كملتي؟ قالوا لي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. واش تشهد لي دابا أنا مسلم ولا لا؟ يعني موقف استغربتوه، يعني لو كان شي واحد يفهم عليك وهو شاب تقول تهز في يدو يقول له جيب وليدي مشي بحالك، لكن تصبر معاه وتسمع له آخرة تواضع له وتقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني أمر ديال سيدي عبد السلام الله سبحانه وتعالى يزيدهم فضله صافي. حتى شحال من دابا حنا عاشرينو وصاحبينو أنا مازال ما نعرفو فيه والو، لأن كل خطرة كتكتشف جوانب مجهولة في النفسية ديالو في الفكر ديالو. السي حمد كيتكلم قبيل عن أن سيدي عبد السلام دائما كيتطور، الله تعالى دائما كيقطعو مراحل في السلوك الله تعالى عز وجل. سلوك الله تعالى لا نهاية له، لا نهاية له. كل ما تدخل سيدي عبد السلام يلفت النظر ديالك في المعاملة ديالو في السلوك ديالو في الأخلاق ديالو في الأحوال ديالو. يلا شوية بدينا كنقدروا هذا الرجل شوية، لأن كيقولوا معرفة أولياء الله تعالى أصعب من معرفة الله تعالى عز وجل، أنه لا يعرف أولياء الله تعالى إلا من كان مثلهم، إلا من كان مثلهم. والله يعرفنا به إن شاء الله تعالى. وكنشوفوا العناية ديال سيدي ربي هذا الأمر هذا
الناس اخرين كانوا كيجلسوا يتعلموا الصحبه، الادب ديال الصحبه. حنا الشرب بيكفانا الامر ديالو، كتجينا مشاهدات، كتجينا مبشرات، كتجينا ها المصحوب، ها كيفاش تعاملوا معاه، ها خصكم ديروا، ها خصكم نديروا لا تعليم ولا كلشي وجدنا مائده محطوطه، خصنا غير المسألة اللي هي تنعقلها مزيان، وهي ملي كانت الرسالة الإسلام هو الطوفان، ومشى سيدي عبد السلام ملي داوه نهار الأول غبر علينا، ما باقي عرفناش اش وقع عليه. وانا دائما نتصل بالدار ديالو تنفكروا فين مشى، اش طرا ليه، كيف اسمه. ملي جيت في العشيه جا عندي واحد السيد جاري دق عليا قال لي راه سلم عليك سي عبد السلام. قلت ليه فين شتيه؟ جاتنا غريبه. قال لك راه في المستشفى، وهذاك السيد منظف هذيك المستشفى. ملي دخل عند السي عبد السلام في البيت قال له فين ساكن؟ قال له درب المدردب. قال لي تتعرف فلان السي علي؟ قال لي راه حدايا، راه جاري. قال لي وعافاك الا ما خبرو قول ليه راني هنا. ديك الساعه مشيت تنجري خبرت الدار عنده، ولاو تيمشيو عنده عشيه العشيه. وملي قلت يلا شي اسبوع او اقل من اسبوع، هو صيفط لي مع اهل ديالو قال لي كتب لي شي حاجه على اخبار ديال الاسلام او الطوفان، اشنا هو موقعه بين الناس في المجتمع. كتبت لي واحد الرساله قلت ليه بعد السلام والتحيه الى اخره، قلت ليه راه الناس كلهم الاصدقاء ديالو، قلت ليه كلهم معك ضمنيا، واما ظاهرا راه حتى واحد ما قدر يبين. قلت ليه تيستغربوا بزاف هاد الوقعه اللي وقعت بما انك باقي في الحياه، ورغم هاد الكلام هذا القسح. قلت لي تينساو واحد المسألة، قلت لي مسألة حتى واحد ما انتبه ليها، وهي عناية الله. بما أن معك عناية الله راه ما تخاف والو. هكذا جاوبته، وهكذا كانت هذيك. بسم الله سيدي أحمد، تفكرتي دابا كيظهر لي. على كل حال نقزوا لقدام شويه. الإسلام والطوفان والتجربة مع الصوفية والكتابات ديال السي عبد السلام ما قبل كاع الإسلام بين الدولة والدعوة كان تيكتب واتصلنا باش يقول لي. والكتابات ما قبل الإسلام والطوفان، السي عبد السلام كتب شعب الإيمان، وكنت أنا اللي تيملي عليا وتنكتبه، وكتب رسالة الشيخ حمزة، كتب رسالة للشيخ حمزة ينصحه، وكتب كتابات كثيرة، وكنت أنا من الحمد لله الآن الإخوان كاين الكتبة، وكان هذه الكتبة